بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسالة سلام. سلام الله عليكم من أعماق قلوبنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الدرس مباركا نافعا لعباده خالصا لوجهه الكريم. مشاهدي الأكارم، ما زلنا نتحدث عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصناف من التابعين له وممن ليسوا بتابعين له عليه الصلاة والسلام، يجمعهم دعوته صلى الله عليه وسلم أو أمته. فأمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة دعوة وأمة استجابة. وتحدثنا في الحلقات السابقة مشاهدي الكرام عن تعامله صلى الله عليه وسلم مع أقرب الناس إليه، زوجاته، أبنائه وبناته، وكذلك أعمامه وعماته، أقاربه صلى الله عليه وسلم من أحفاده وبني عمومته، ثم جيرانه صلى الله عليه وسلم. وهكذا استمر بنا الحديث عن الذين يعني يتعاملون صلى الله عليه وسلم معه من النابغين من الصحابة، وكذلك أيضا من العرب والأعراب، وأيضا من العصاة. وكان آخر حديثنا تعامله صلى الله عليه وسلم مع العصاة كيف كان. كل ذلك لنبين من خلال هذا التعامل النبوي الكريم رسالة سلام، كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هذه الرسائل التي تعبر عن الأمن والأمان والسلام، وتعبر عن عظيم الأخلاق وسمو التعامل من خلال سيرته الطاهرة صلى الله عليه وآله وسلم. وهو هذا العمل حقيقة منبثق ومنطلق من قوله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويؤكده قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمن هنا يحق لكل مسلم أن يفخر بهذا الإسلام وبتعاليمه السمحة التي وردت من رب رحيم عظيم عزيز حكيم، أنزله الله تبارك وتعالى ليكون دين الفطرة ودين سلام ودين أمن وأمان. اليوم معاشر المشاهدين سنتطرق إلى أمر مهم، وهو من ضمن التعامل الذي يتعامله النبي عليه السلام مع أصناف الناس. وهذا الصنف الفريد أنزل الله عز وجل فيه في كتابه العزيز مجموعة من الآيات ومجموعة من الأحاديث، بل أنزل الله تبارك وتعالى عليهم سورة كاملة تنبئهم بما في صدورهم. مشاهدي الأكارم، لا يخفى على شريف علمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاش في مكة كان الناس على صنفين: مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكافر برسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن بينهما ثالث أبدا أبدا، يا مؤمن يا كافر. هذا هو الحال
في مكة المكرمة، ولكن بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة أصبح هناك الناس يختلفون من حيث الإيمان إلى 3 أقسام: كافر معلن كفره بكل وضوح، منافق مبطن كفره ومظهر إسلامه، ومؤمن مظهر إيمانه بكل وضوح. نعيد القسمة مرة أخرى. نحن نقسم الآن مشاهدي الأكارم البشر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الإيمان، فكان منهم الكافر كفرا بواحا ليس فيه أي شك، كاليهود مثلا، والمشركين، بقايا بعض المشركين المتواجدين في المدينة. ومؤمن واضح الإيمان معلن إيمانه ومنضم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبا وقالبا، وهم المهاجرون والأنصار. الصنف الثالث وهو الصنف الخطير الذي كان يبطن في قلبه والعياذ بالله الكفر، يبطن الكفر ويظهر الإسلام. نعم، هذا الصنف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه بتعامل. كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الصنف؟ تعامله مع الكفار كان واضحا، تعامله مع المشركين أيضا كان واضحا، وتعامله مع المؤمنين الصادقين أيضا كان واضحا، والسيرة مليئة بتعامله الشريف الكريم اللطيف مع أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. درسنا اليوم هو كيف كان يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع المنافقين. من هم المنافقون؟ وما سبب ظهورهم؟ وما معنى النفاق؟ النفاق كلكم تعرفونه، هو أن يبطل الإنسان الكفر ويظهر الإيمان، فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلنون شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ولكن ظاهرا، أما في الباطن فهو خداع، ليس بمؤمن وإنما هو مخادع. لماذا هذا التصرف؟ قال أهل العلم: لأن المسلمون أو المسلمين لما قويت شوكتهم في المدينة وكثر عددهم، خاف المشركون والكفار من شوكتهم، فأبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان من أجل أن يسلموا من كيد المؤمنين وكيد المسلمين. هذا هو السبب. لماذا لم يظهر هذا الأمر في مكة المكرمة؟ قالوا: لأن مكة كانت الشوكة والقوة للكفار، فبالتالي لم يكن لإظهار النفاق داع، لأن المسلمين في تلك الفترة كانوا ضعافا. إذن هذا هو السبب الذي جعل النفاق يظهر وينجم في المدينة المنورة. هؤلاء المنافقين لهم صفات. كيف نعرف المنافق؟ لهم صفات مذكورة في القرآن، ولهم صفات مذكورة في السنة النبوية. ومن أبرز صفاتهم ادعاء الإيمان كذبا. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذن الصفة الأولى أنهم كذابين، يكذبون. وهذه أيضا ممن أكدتها السنة النبوية، أن المنافق كذاب وكثير الكذب. نعم، وهم موجودون معنا أيضا في هذا الزمان، وتجد
كذبهم وإفكهم في وسائل الإعلام. دائما يتكلمون ضد الإسلام وضد المسلمين بالكذب والافتراء، هذه هي صفتهم لما في قلوبهم من حقد دفين على الإسلام والمسلمين. الصفة الثانية هي صفة الخداع، وهم مخادعون مراوغون. قال الذي خلقهم يعرفهم تمام المعرفة، قال عنهم: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. رأيتم؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. إذن هذه الصفة الثانية من صفات المنافقين، أنهم يخادعون أنفسهم ويخادعون المؤمنين، ويظنون أنهم يخادعون الله والمؤمنين، ولكن في الحقيقة هو يخدع نفسه. المنافق يخدع نفسه لأنه في النهاية هو الخاسر. من صفاتهم أيضا مشاهدي الأكارم الإفساد في الأرض. من أبرز صفاتهم أنهم يفسدون في الأرض. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه من صفاتهم سبحان الله. وإذا تتبعت أقوالهم في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وغيرهم تجدهم أنهم يأمرون بالمنكر، سيأتي هذا الوصف أيضا من صفاتهم، وينهون عن المعروف بحجج واهية وبحجج أنهم متحضرون، وأن الإسلام هو الذي أخرنا، هكذا يقولون، وأن هذا الحجاب رجعي، وأن هذه الصلاة هي أوقات تضيع سدى، وهكذا تجدهم يحاربون شعائر الإسلام ويحاربون ما أنزله الله تبارك وتعالى بحجة أنهم يصلحون في الأرض. هؤلاء هم المنافقون حتى تعرفونهم. هذا هو النفاق. تجد ومع الأسف بعض الإخوة المسلمين وبعض الدعاة يدافع عنهم ويوجد لهم بعض الأسباب وبعض الأدلة لتأكيد يعني مذاهبهم، وهم والعياذ بالله أصلا لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا يدينون بهذا الإسلام، ولو استطاعوا أن يتمكنوا لتمكنوا ولأعلنوا كفرهم وارتدادهم والعياذ بالله، ولكنهم يخشون من الرأي العام ويخشون من المسلمين، فبالتالي يأتونك ببعض الترهات وببعض الأمور بحجة أنها هي من الإصلاح في الأرض وبناء المجتمع، وأنهم القادة وأنهم صناع القرار في العالم، وهكذا يخادعون الناس. إذن هم مفسدون في الأرض في الحقيقة. نعم. ويؤكد ذلك قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نعم، هؤلاء هم المنافقون. هذه صفات المنافقين في القرآن الكريم فضحهم الله تبارك وتعالى. من علاماتهم أيضا حتى تعرفهم التثاقل عن العبادة. المنافق وأنت مجتمع معه في اجتماعات في داخل الفنادق أو خارجها لا يهمه أذن المؤذن أو صلى المصلي أبدا، وإذا أنت قلت له قم نصلي يتثاقل، يقول لك خلاص أنا سأصلي بعدك أو سأصلي في البيت أو سأصلي، يتثاقل. هذه من علامات النفاق. تبوا يا إخوة. المؤمن إذا حانت الصلاة يكون قلق أصلا، المؤمن يكون قلق، يعني تجده يردد النظر في الساعة حتى يراقب وقت الصلاة. أما المنافق لا يهمه دخل الوقت أو لا، حتى والله يمر عليهم الاجتماع والاجتماعين والثلاثة ولا يعلمون هل أذن الأذان أو لم يؤذن. نعم، هذه الصفة من صفات المنافقين. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يراءون الناس، وهو لو قام من أجل الصلاة كما قلت لكم يقوم من أجلك أنت، لأنك أنت أوقفت الاجتماع وقلت له قم نصلي فيقوم يصلي. نعم. هذه صفة باردة من صفاتهم معروفة بين يديهم، نسأل الله العافية والسلامة. ومن صفاتهم أيضا قال الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا، صفاتهم يعني السخرية من المؤمنين، السخرية من المؤمنين. يؤكد ذلك قال الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. إذن هذه أيضا من صفاتهم. تابع كلامهم في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الجرائد وفي القنوات، كلها سخرية ومحاربة للمؤمنين والضحك على ذقونهم وعلى ملابسهم والضحك على المؤمنات وعلى حجابهن والسخرية منهن والحديث عن الحجاب بأنه يعني خيشة أو أنه يعني يصفون هذه الشعائر العظيمة التي شرعها الله عز وجل بأوصاف سيئة جدا للغاية أسوة بإخوانهم من اليهود وإخوان القردة والخنازير. فهذه الصفات هي حقيقة ممتدة من تلك الصفات، من صفات اليهود الذين قال الله عز وجل لهم قولوا حطة قالوا حنطة، قالوا حنطة، بدلوا كلام الله سبحانه وتعالى بسخرية واستهزاء. وهؤلاء أيضا يتكلمون عن شعائر الدين ويسخرون من المؤمنين ويضحكون عليهم ويضحكون منهم، وهكذا هذه صفة سيئة من صفاتهم. ومن صفاتهم أيضا مشاهدي الأكارم معاداة المؤمنين وبغضهم والتآمر ضدهم. نعم، مع الأسف المنافق دائما شديد العداوة ضد المؤمنين وشديد العداوة ضد تعاليم الدين، يرمي بتعاليم الدين عرض الحائط ويحارب من يتمسك بها ويدعو إليها ويتهمه بالرجعية ويتهمه بقلة الفهم وقلة العلم ويتهمه بأنه هو كان السبب في ضعف الأمة الإسلامية. هكذا يعادون المؤمنين زورا وبهتانا فقط لأنهم تمسكوا بدينهم. هذه من صفاتهم والعياذ بالله. قال الله تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وقال تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وقال تعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. هذه بعض صفات المنافقين. ومن صفاتهم أيضا موالاة الكفار وتقوية عزائمهم. هذه من أبرز صفاتهم، وهي اليوم ظاهرة كما تشاهدون وتتابعون الأخبار في وسائل التواصل الاجتماعي. تجد أن كثيرا من المنافقين يتابعون والعياذ بالله الكفار ويرون ويوالونهم ويرون أنهم على حق وينصرونهم ضد إخوانهم من المسلمين. مشاهدي الأكارم، فاصل ثم سنعود نواصل في هذه النقطة المهمة. أحمد، قلنا أن من صفاتهم تقوية الكفار وموالاتهم. سبحان الله، هذه صفة واضحة جدا في زمننا هذا.
تجد هؤلاء المنافقين يسارعون في الكفار ويوالونهم ويعجبون بهم ويرددون أقوالهم ويلزموننا باتباعهم، بل ويتهمون المؤمنين والمسلمين بالرجعية وعدم الفهم في جوانب الحياة، وأن الكفار الذين أصبحت دولهم دول متحضرة وقوية هو كان بسبب كفرهم وبعدهم عن الإسلام والمسلمين. هذه الصفة واضحة جدا أمامهم. قال الله تبارك وتعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. نعم. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قوتلتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. هذه الآيات تؤكد أن هؤلاء المنافقين يوالون الكفار ويعادون المسلمين، وهذا كما قلت لكم مشاهدي الأكارم ظاهر وواضح في زمننا هذا مع الأسف الشديد. فتجد هؤلاء المنافقين يسارعون في الكفار ويعجبون بآرائهم، وليس هذا فحسب، بل ويعطونهم أسرار المؤمنين وأسرار المسلمين ويكونون معهم ضد إخوانهم من المسلمين. فهذا لا شك أنه كفر وردة والعياذ بالله، وهو يؤكد أن هذا نفاق من النفاق العملي الكبير الذي يخرج الإنسان من الإسلام أصلا والعياذ بالله. فموالاة الكفار ضد المسلمين، مناصرة الكفار ضد المسلمين من أعظم نواقض الإسلام، من أعظم نواقض الإسلام التي يرتد بها الإنسان والعياذ بالله ويخرج من الإسلام نعم من كل أبوابه، نسأل الله العافية والسلامة. من صفات المنافقين أيضا مشاهدي الأكارم التحاكم إلى الطاغوت وترك الشريعة. التحاكم إلى الطاغوت هذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أما اليوم فأين الشريعة أصلا حتى الناس ترجع إليها؟ فإنهم يحاربون أصلا تطبيق الشريعة، لا يرون تطبيق الشريعة. وإذا ثمة أي دولة من الدول تريد أن تطبق الشريعة يسارعون مع الكفار لهدمها وإنهائها واتهامها بأنها دولة إرهابية ودولة ظالمة ودولة مجرمة ودولة رجعية. هذا تصرف المنافقين في زمننا هذا مشاهدي الأكارم. أما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى عنهم: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذه الصفات كانت في منافقي النبي صلى الله عليه وسلم، المنافقين الذين كانوا في عهده عليه الصلاة والسلام. أما في منافقي زماننا فهم أشد كفرا وأشد إعراضا وأشد خداعا وأشد بعدا عن الإسلام والعياذ بالله، ولربما بسبب قوة شوكة المشركين والكفار أصبحت أيضا قوة المنافقين في الدول الإسلامية
قوية أيضا، ويظهر ذلك من خلال كما قلت لكم وسائل الإعلام. فهذه صفاتهم، أنهم والعياذ بالله يتحاكمون إلى الكفر، ويعني يمدحون القوانين الوضعية التي شرعها هؤلاء الكفار، ويدعون المسلمين إلى التحاكم بها، ويرفضون تماما التحاكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى الذي خلق الكون والذي يعرف ما يصلح للبشرية سبحانه وتعالى. ولذلك تجد المنافقين هم أشد الناس أعداء لتطبيق الشريعة الإسلامية. من صفاتهم مشاهدي الأكارم الاستكبار عن الاستغفار والتوبة. إذا هؤلاء المنافقين ذكروا بالله وجلسوا مع المشايخ وذكروهم وخوفوهم أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعني يدعو المنافقين إلى الخير، وكان يحلم عليهم، كما سيأتي معنا تعامله كيف كان التعامل مع هذا الصنف الكافر الفاجر المجرم، هذا الصنف يعني المخادع، وكان أخطر صنف على الإسلام والمسلمين. وما زلنا نئن حقيقة من أعمالهم ومن خداعهم ومن تصرفاتهم السيئة التي أضعفت كيان الأمة الإسلامية. هؤلاء إذا ذكروا بالله عز وجل شوف ماذا يكون ردهم، يعني لا يحبون أبدا الشريعة، ولا يحبون أحد يستغفر لهم أو يدعونهم إلى الخير. اسمع، قال الله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، شوف ماذا يفعلون؟ قال: لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، والعياذ بالله. هذا هو، إذا ناداهم النبي عليه الصلاة والسلام ليستغفر لهم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون مقامه وعظيم دعائه واستغفاره عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل أمره أن يستغفر للمؤمنين، ولأن استغفار النبي عليه الصلاة والسلام مقبول عند الله سبحانه وتعالى. فبالتالي قيل لهم، إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول عن ذنوبكم وعن كفركم وإجرامكم، والعياذ بالله يستكبرون ويولون ظهورهم ويعرضون ويقومون بهذه العملية من لوي العنق وإعطاء الظهر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستكبار والصد عن سبيل الله. وهذا معنى أن قلوبهم والعياذ بالله قاسية، وليس عندهم أي استعداد لأن تلين قلوبهم وأن تتوجه إلى ربهم بالخضوع والخشوع وطلب المغفرة، لا يوجد والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. وإذا سألته ما اسمك يقول لك محمد وعلي وعمر وعثمان، هكذا أسماء إسلامية جميلة، ولكن في القلب كفر محض والعياذ بالله وبعد، لا يصلون ولا يعرفون الصلاة، وإذا صلوا كما قلت لكم يصلون مجاملة للناس ومراءة لهم. من صفاتهم أيضا محبة انتشار الفاحشة في المؤمنين، محبة انتشار الفاحشة في المؤمنين، ليس فقط انتشار أنهم يساهمون في نشر الفاحشة، لا، بل أنهم يحبون أن تنتشر الفاحشة. فوجود هذه المحبة في قلوبهم علامة من علامات النفاق والعياذ بالله، لأن المؤمن لا يتمنى أن ينتشر الفساد في أوساط المؤمنين أبدا. المؤمن حتى لو وقع في بعض الفواحش فإنه يندم على كونه وقع فيها، ويندم ويتأسف على كون إخوانهم وقعوا فيها، لا يتمنى أبدا نشر الفساد المؤمن. لكن المنافق يحب ذلك والعياذ بالله، ويسعده ويفرحه. فإذا رأى امرأة كانت متحجبة فنزعت حجابها يفرح وينبسط لهذا الفعل، وإذا رأى أن أخا له من المسلمين شرب خمرا فإنه يفرح ويأنس بذلك، ويتمنى أن ينتشر هذا الفساد بين الأوساط المسلمين. وإذا وجدوا من المشايخ والدعاة من يؤيد آراءهم، يعني بعض المشايخ والدعاة مع الأسف قد ربما تزل قدمه
إما رهبة من حاكم أو رغبة في الدنيا، فتزل بعض كلماتهم من بعض الفتاوى يفرح بها المنافق والعياذ بالله، ويطير بها في الآفاق. رأيتم كيف؟ هذه الصفة، صفة انتشار الفساد، هي من صفات المنافقين، والله عز وجل يحاسبهم عليها. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني الله يعلم ما في قلوبهم من محبتهم أن ينتشر هذا الفساد حتى في ذويهم، لأنهم أصلا لا مروءة لهم ولا غيرة في قلوبهم. المنافقون والعياذ بالله هم إخوان الكفار، ولولا إظهار الإيمان أو إظهار الإسلام بلسانهم وبعض أفعالهم لرأينا منهم الكفر البواح الذي لا يفرق بينه وبين الكافر من جاكسون ودانيال وغيرهم من الكفرة من أهل الكتاب. من صفاتهم شاهدية الأكارم محاربة المؤمنين اقتصاديا. نعم، هم يحاربون المسلمين اقتصاديا بحجة أن هذا إرهابي، هذا التاجر إرهابي، وهذه المؤسسات التي تعمل لدعم المسلمين هي مؤسسات إرهابية، وأنها يعني تحارب الحضارة وتدعم الإرهاب، فبالتالي حارب. هكذا يحاربون. قال الله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. رأيتم؟ هذه الصفة التي نحن نعاني منها اليوم، ومحاربة المؤسسات الخيرية وتجفيف المنابع واتهام هذه المؤسسات التي توصل هذا الخير للناس بأنها تدعم الفساد وتنشر الفساد، هذه علامة من علامات المنافقين الذين يقولون على هذا الخير بأنه إفساد. كذلك من صفاتهم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف صفة بارزة من صفات المنافقين، شاهدوها في مواقعهم. انظروا ماذا يتحدثون، عن ماذا يدعون، وماذا يدعمون، وماذا يعملون. والله إنك تستحي أن تتكلم، يعني والعياذ بالله كل كلامهم وكل معاملاتهم حينما تتابع هذا الأمر تجده كله والعياذ بالله عن الأوساخ والرذائل والفساد. يعني أكرم هذا المجلس أن أذكره. فمن صفاتهم أنهم على كل حال أي منكر موجود هم يدعمونه ويؤيدونه، وأي معروف موجود هم يحاربونه، كما قال الله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. فما أنكره الشرع هم يدعون إليه، وما عرفه الشرع وعرفه هم يعادونه. هذه صفاتهم ومعروفة وواضحة في وسائل إعلامهم في زمننا هذا. نعم، إذن مشاهدي الأكارم، هذه بعض صفات المنافقين من الكتاب الكريم، القرآن الكريم ذكر هذه الصفات من أجل أن نعرفهم. قال الله تعالى: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. وذكر أيضا بعض صفاتهم نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث، فقال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. سبحان الله. هذه الصفات الثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، من صفات المنافقين، نسأل الله العافية والسلامة. وهناك صفة رابعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، وهي: وإذا خاصم فجر.
وإذا حصل بينه وبين مؤمن آخر خصام فجر في خصومته. ولا يخفى على شريف علمكم أن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هو الذي والعياذ بالله يخرج الإنسان من الإسلام ويرتد ويكون من الكفار الذين يحاربون الله ورسوله والمؤمنين ليلا ونهارا. والنفاق الآخر نفاق عملي وهو كفر دون كفر، كما فصل فيه العلماء تفصيلا واضحا. فمن صفات النفاق العملي: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والصفة الرابعة وهي صفة إذا خاصم فجر. هذه لا تخرج من الإسلام، ولكنها علامة تدل على أن هذا الرجل كلما حدث كذب فاعلم أنه منافق، وكلما خاصم إذا فجر يعني استمر دائما في معاملاته في الخصام بالفجور فاعلم أنه والعياذ بالله منافق. هذه علامات يريزها لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نحذرهم ونعرف. لماذا هذا الحذر؟ مثل هؤلاء المنافقين الذين إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا اؤتمنوا خانوا، المفترض لا يولون على المسلمين ولا يعطون ولاياتهم ولا يكونون هم الرؤساء الذين، لأنهم سيأخذون بالأمة إلى المهاوي والردى والهلاك. يعني أنت كيف تنتخب في قيادة الأمة رجل عنده هذه الصفات تدلك على النفاق؟ هل سيمكن المسلمين؟ هل سينفع المسلمين؟ هل سيرفع شأن الدولة؟ هل سينشر الخير والإيمان والاقتصاد والازدهار في البلاد؟ لا يمكن، بل سيكون والعياذ بالله حربا سيقيم حربا ضروسا ضد الإسلام والمسلمين. نعم. فبالتالي من فوائد معرفة صفات المنافقين حتى لا يتولون قيادات المسلمين، بل حتى لا نعطيهم أي وجه ولا نمكنهم أبدا في أي سلطة من السلطات، ونكون أشد حذرا منهم. نعم. سيأتي معنا كيف يتعامل النبي عليه السلام مع هذا الصنف. هل النبي عليه السلام ولاهم في قيادة من القيادات، أو ولاهم في أمر من الأمور التي تنشر دينه؟ ولذلك شوف سبحان الله، هؤلاء المنافقين لا يسعون لنشر هذا الدين ولا يدعمونه أبدا ولا يقفون في مصلحته أبدا، بل دائما تجدهم ضد الإسلام والمسلمين. لذلك لم يتردد علماء الحديث في تعديل الصحابة مع وجود منافقين من الصحابة. الصحابة كلهم عدول. السبب في ذلك قالوا أن المنافق لا يمكن أن ينشر خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يؤكد دينه أو أن يدعم هذا الدين أو ينشر خبره. لا يمكن، قالوا، لأن الذي حقيقة ينشر هذا الخبر وينشر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المؤمن المعتقد صحة هذا الدين وأنه هو دين الحق ويجب أن ينتشر ويجب أن يعمل الناس به، فبالتالي هو ينشره. أما المنافق فهو لا يتمنى حتى أن يسمعه، فضلا عن أنه ينقله إلى الآخرين. نعم. فبالتالي مشاهدي الأكارم، هذه كانت بعض صفات المنافقين من الكتاب والسنة حتى نعلم أنهم شر محض كما وصفهم الله عز وجل: هم العدو فاحذرهم. هم العدو، يعني العداوة الحقيقية تكمن هنا بسبب هؤلاء المنافقين. لو أنتم قرأتم التاريخ وتتبعتموه كان من أكثر أسباب سقوط الخلافة الإسلامية من خلال هؤلاء المنافقين الذين كانوا يظهرون للولاة وللخلفاء التأييد والتمكين، ومن خلفهم يطعنونهم ويدبرون لهم المكائد من أجل إسقاطهم. هكذا كان المنافقين أهل فساد، ولذلك وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم
خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب عظيم. مشاهدي الأكارم، حتى ألقاكم في الموعد القادم يوم الخميس إن شاء الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم شر المنافقين وشر النفاق بنوعيه العملي والاعتقادي، وأن يرزقنا وإياكم الإيمان الصادق، وأن نكون مع الله سبحانه وتعالى ناصرين لهذا الدين حتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض غير مبدلين ولا مبتعدين عن منهجه عليه الصلاة والسلام.